يا عبدو وانا عشان ازود الفود برودكشن يا عبدو هروح لمين؟ هتقول لي هتروح للفارمرز، للفلاحين. الفلاحين بيقولوا لك ده احنا ما عندناش يا اخويا ايه؟ وي دونت هاف سبيس، ما عندناش ايه؟ مساحه. طيب ليه؟ ولا عندناش مساحه تو كيب ليف ستوك عشان نربي الليف ستوك او ان احنا جرو كروبس نزرع محاصيل. يا جدعان طب نعمل ايه؟ ده احنا عايزين سستينبل سولوشنز، حلول مستدامه. قال لك والله بص بقى احنا مش هنعرف نعمل حاجه. طب ايه ده؟ احنا عايزين sustainable solutions will involve يتضمن الفرايتي اوف فود، يعني تنوع من الطعام. طيب يا عبد الرحمن، قال لك نجرب ياكلوا البرجر كده اللي معمول في الفاكتورز او اللابوراتوريز في المعامل او المصانع. قال لك تصدق ان there is no difference. They can't tell the difference، ما يقدروش يقولوا الاختلاف between burger and real meat. البرجر اللي معمول في اللابوراتوريز والريل ميت واللحمه الحقيقيه. الله 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 الله. طب ايه يا جدعان؟ احنا عايزين حل برضه. طب يا شويه ريسيرشرز، يا شويه باحثين، يا ساينتستس، يا علماء، ده انتوا كل شويه تعملوا ابحاث وحاجات. قولوا لنا بقى السولوشن بتاعنا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم دفعة تانية ثانوي 2024 في يونت 3 شرح الفوكاب. عشان نفهم كلمات ونحفظها كويس محتاج انك مركز معايا ومركزة معايا في كل كلمة بقولها وترددها. تمام؟ واحنا دلوقتي معانا طلاب المنصة اللي حاجزين معانا برضو زوم، هيبقوا يشتغلوا معانا في لايف عشان يبقى فيه تفاعل. نبدا مع بعض. قال لي يونت 3 ده باسمه ذا فيوتشر اوف فود، اللي هقول له بعد كده يفتح المايك ويرد عليا. ذا فيوتشر اوف فود يعني ايه يا سمر؟ يعني مستقبل الفود، الايه؟ الاكل. مستقبل الاكل ده يا مستر الناس هتعمل ايه بعد كده؟ ان كل يوم عمالين البوبوليشن اللي هو السكان، عدد السكان عمال انكريز يزداد، عمال ار جروينج يزداد. طب هنعمل ايه في الفود؟ هناكل ايه بعد كده؟ قال لي بص يا سيدي، اول حاجه هنقسم الدرس لكذا جزئيه. خلاص؟ او عندنا مشاكل كتير عايزين نحلها. اول حاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لي بالنسبه ذا فيوتشر اوف فود، مستقبل الاكل. اول تكست بيقول لي ان according to، طبقا لي. نحفظ according to يعني ايه؟ طبقا لي. طبقا لي اليونايتد نيشنز، الولايات المتحده، بتقول ايه بقى؟ الولايات المتحده بتقول لي ان there will be almost، هيكون حوالي تقريبا، almost هنا معناها تقريبا 10 بليون، 10 مليار شخص هيبقوا باي 2050، سنة 2050 هنبقى 10 مليار في العالم. ياه، طب ما احنا عايزين سولوشنز، حلول للموضوع ده. الاكل هنجيبه منين؟ ده احنا هنبقى عدد كبير جدا. فهنا نبدا نتكلم على الجزئيه دي. بيقول لي ان معنى كده يا مستر ان عايزين انكريز، نزود، انكريز، نحفظ الكلمات، نزود الفود برودكشن، انتاج الطعام بتاعنا، عايزين نزود انتاج الطعام باي اباوت حوالي 70%. 70% يعني 70%. الله الله الله. طب يعني احنا دلوقتي الناس في 2050 مش هتلاقي تاكل لان احنا كتير والاكل هيبقى قليل. طب ايه يا مستر ما نزرع اكل؟ ايه المشكله؟ ما هو الاجريكلتشر، الزراعه راحت فين؟ الفارمنج راح فين؟ اقول لك خلي بالك بقى، تعالى بقى، هو مين اللي هيزرع؟ الفارمرز، صح؟ تعالى شويه فارمرز عايزين سولوشن، عايزين حل للموضوع ده بعد اذنكم، ويكون الحل ده سستينبل، دائم. انا اللي بعمله ده بحفظك كلمات. سستينبل يعني دائم، حل دائم. عايزين سستينبل سولوشن لو سمحت، حل دائم للموضوع ده. طيب نعمل ايه؟ قالك تعالوا احنا عايزين كيب، نربي الليف ستوك. نربي ليف ستوك يعني نربي مواشي، والكاتل اللي هي البهايم، عزكم الله. ليف ستوك المواشي، المعزه والخروف والبطه ومش عارف ايه، نربي. وكمان جرو، نزرع كروبس، محاصيل. ليه يا عم؟ قال لك ما انت قلت لي عايزين نزود الفود برودكشن، انتاج الطعام 70%. 70%. بحفظ الكلمات قلت. طيب فالفارمرز يقول لك خلي بالك احنا ما عندناش سبيس يا حبيبي، ما عندناش ايه؟ سبيس. ايه سبيس دي؟ يعني مساحه، الارض اللي عندنا ما تكفيش. يا عم ازاي؟ ارض غير صالحه للزراعه؟ يا عم ده احنا عايزين sustainable solution، حل يبقى دائم. والحل ده involve، يتضمن
variety تنوع من الفود. variety تنوع يعني مش نوع معين، لا احنا عايزين تنوع من الأطعمة لو سمحت، وحل يبقى دائم. عايزين الناس تاكل. بنقول في 2050 هنبقى 10 بليون، 10 مليار شخص. هناكل منين؟ عايزين انكريز، نزود الفود برودكشن 70%، 70%، about 70%، حوالي 70%. فعايزين sustainable solution، حل دائم. involve بيتضمن ان في variety of food، تنوع من الطعام. طيب وبعدين نعمل ايه كده؟ قال لك how would you feel، هنشعر بيه يا ترى about eating لو احنا حبينا ناكل البرجر. عارفين البرجر؟ عايزين نلاقي له حل. فقال لك طب ايه رايك لو احنا حبينا ناكل البرجر ده طبقا للفاكتورز، ما احنا خلاص الفارمرز كده قال لك ما عندناش سبيس، مساحه. طب يا عم شويه المصانع والمعامل بقى، تعال تيجي ناكل برجر معمول، نجيب التوابل بقى ونجيب شويه الحاجات دي، بدل ما نستخدم الريل ميت واللحمه الطبيعيه ونعمل، لا احنا نحط شويه بتوابل وشويه حاجات كده، ونشوف يا ترى البرجر لما يتعمل في اللابوراتوري اللي هي المعمل، او ممكن على اللابوراتوري المعمل، لما نيجي نعمل البرجر في المعمل هل في ديفرنس؟ قال لك والله في ناس دقت وقالت لك ما فيش، there is no difference، they can't tell the difference، مش عارفين يقولوا الديفرنس between ما بين البرجر وما بين الريل ميت، اللحمه الحقيقيه. يعني ايه؟ يعني احنا هنعمل في الاكل في الاخر الاكل كله اكل في المعامل؟ احنا عايزين نزرع، ايوه ما عندناش سبيس، ايوه بس احنا عايزين سولوشن، والسولوشن ده الحل ده involve يتضمن variety of food، تنوع من الاكل. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك بس احنا عايزين نشوف طب مين اللي يحل لنا الموضوع ده؟ نبدا نروح للريسيرشرز. الريسيرشرز يعني الباحثين. تعالوا يا شباب، عايزين نعمل تشينجينج يعني نغير بقى من طريقه الاجريكلتشر بتاعت الزراعه. فبيقولوا خلي بالكم يا جماعه ان الاجريكلتشر، الزراعه اللي هي برضه بنقول عليها فارمنج، الزراعه، ان الزراعه دي seriously damaging the land. ايه؟ الزراعه دي اللي بتدمر الارض، زراعه بتدمر الارض. seriously يعني بخطوره؟ ايوه. دامج بتدمر؟ ايوه. ذا لاند الارض يا عم. طب بتدمرها ازاي يا عم؟ قال لي بص، الزراعه بتدمر الارض لان الناس في امريكا بالذات وفي معظم البلاد بيستخدموا الكيميكالز، المواد الكيميائيه. احفظ الكيميكالز، المواد الكيميائيه. يبقى هنا changes in agriculture that can save the land. researchers بيقولوا ايه بقى في اليونايتد نيشنز، من الامم المتحده، بيقولوا ان بعض الكايندز اوف agriculture، بعض انواع الزراعه مالها يا سيدي، are seriously بخطوره damaging بتدمر مين؟ قال لي بتدمر the land الارض. الله. و this is not sustainable، والحاجه دي كده بقى مش دايمه. الزراعه دي بتدمر الارض. طب ليه؟ قال لك عشان هم they use بيستخدموا الكيميكالز، المواد الكيميائيه. الله. يبقى due to يعني بسبب استخدامهم للكيميكالز. طب وبعدين قال لك لا مش هينفع معاهم الحل ده، استخدموا مواد كيميائيه تدمر لي الارض، لا مش ده الحل، ده مش حل سستينبل. احنا عايزين حاجه دايمه، سستينبل، مستمره او مستدامه. وبعدين عايزين نلاقي حل. تعالوا نروح لافريكا كده. في افريكا الكيميكالز تيجي بقى هنا في ساوذرن افريكا، في جنوب افريقيا. بيقول لك افريقيا فيها تو ماتش رين، في مطره كتير بتنزل في افريقيا ان سمر، في الصيف. ولما المطره بتنزل ان ذا سمر، في الصيف او ان سمر، فيبدا هنا بقى الناس اللي هناك العلماء يعملوا انوفيشن، ابداع. احفظ انوفيشن، ابداع وابتكار، انوفيشن ابداع وابتكار. عايزين ايه بقى؟ قال لك بص، مش هي المطره بتنزل في الحته دي؟ يعني الحته دي هيتزرع فيها اكل وبتاع، طب الحته دي لا ما فيهاش ميه. طب ما تيجي نعمل حركه حلوه، ريموف نشيل، ريموف نزيل، ريموف نشيل الووتر، نشيل الميه and use it ونستخدمها elsewhere، في مكان اخر، elsewhere مكان اخر، elsewhere مكان اخر. ايه رايك ونعمل شويه تكنيكس، اساليب كده، عشان ايه؟ نبدا نعمل انوفيشن، ابداع، انوفيشنز ابداع. طيب ايه الابداع في التكنولوجي اللي هتعمله؟ ريموف يعني تزيل، ريموف ووتر فروم ذا لاند، يشيل الميه من الارض، and use it elsewhere ويستخدمها في مكان تاني.
حلو، انا كده خلصت الجزء الاولاني. ايه ده؟ كده انت لو ركزت ورددت ورايا هتعرف. تعال نشوف مين معانا في اللايف. الاستاذه شيماء وعبد الرحمن وخالد وامال وسمر. يلا سمر، يعني ايه according to يا سمر؟ according to قلنا طبقا. سامعني؟ according to يعني طبقا طبقا لليونايتد نيشنز، الامم المتحده. بيقول ان there will او there almost will be هيبقى في تقريبا 10 بليون. يعني ايه بليون؟ مليار شخص باي 2050 في سنه 2050. ده مضطر ان احنا نعمل ايه يا استاذه شيماء؟ ده بيضطرنا ان احنا لازم انكريز، نزود الفود برودكشن، انتاج الطعام about حوالي 70%، 70%. طيب نقف يا سمر لحد هنا، نروح للاستاذ عبد الرحمن خالد. يا عبدو، وانا عشان ازود الفود برودكشن يا عبدو هروح لمين؟ هتقول لي هتروح للفارمرز، للفلاحين. الفلاحين بيقولوا لك ده احنا ما عندناش يا اخويا ايه؟ وي دونت هاف سبيس، ما عندناش ايه؟ مساحه. طيب ليه؟ ولا عندناش مساحه تو كيب ليف ستوك، عشان نربي الليف ستوك، او ان احنا جرو كروبس، نزرع محاصيل. يا جدعان طب نعمل ايه؟ ده احنا عايزين سستينبل سولوشنز، حلول مستدامه. قال لك والله بص بقى، احنا مش هنعرف نعمل حاجه. طب ايه ده؟ احنا عايزين sustainable solutions will involve، يتضمن الفرايتي اوف فود، يعني تنوع من الطعام. طيب يا عبد الرحمن، قال لك نجرب ياكل البرجر كده اللي معمول في الفاكتورز او اللابوراتوريز، في المعامل او المصانع. قال لك تصدق ان there is no difference. they can't tell the difference، ما يقدروش يقولوا الاختلاف between burger and real meat. البرجر اللي معمول في اللابوراتوريز والريل ميت واللحمه الحقيقيه. الله الله الله. طب ايه يا جدعان؟ احنا عايزين حل برضه. طب يا شويه ريسيرشرز، يا شويه باحثين، يا ساينتستس، يا علماء، ده انتوا كل شويه تعملوا ابحاث وحاجات. قولوا لنا بقى السولوشن بتاعنا ايه؟ الحل. قال لك بصوا، الاجريكلتشر، الزراعه مالها يا عم؟ قال لك ما نزرع طيب، او الفارمنج نبدا. قال لك خلي بالك معايا، نزرع مواد كيميائيه تكبر الموضوع اكتر ومش عارف ايه وناخد اكل اكتر. لا، ده سيريسلي دامجينج ذا لاند. ده الموضوع ده بخطوره ويدمر الارض، بيدمر اللاند. طول ما انت بتستخدم الكيميكالز دي تدمر اللاند. طب جينا في جنوب افريقيا، عايزين نلاقي حل في الزراعه دي يا جماعه، نعمل ايه؟ قال لك والله في جنوب افريقيا في رين، مطر كتير، ماتش رين ان سمر، في الصيف في مطر كتير. طب ناخد شويه ريموف سم ووتر، نشيل ميه and use it ونستخدمها elsewhere في مكان اخر. ها يا شباب بالله عليكم فهمتوا الجزء ده؟ ظبط؟ تمام، حلو. ندخل على الجزء اللي بعده، مستقبل الفورستس يا اخوي. الفورستس، الغابات. هتعمل ايه في الغابات بقى؟ طيب حاول برضو نسجل لكم البتاع دي على ماشي يا اخوي. نيجي يبقى احنا قلنا كده سريعا according to United Nations، طبقا للولايات المتحدة، بيقول ان there will be هيبقى في حوالي 10 بليون people، 10 مليار شخص by 2050 في سنة 2050. فمحتاجين ان احنا increase، نزود الفود برودكشن، انتاج الطعام بتاعنا 70%، 70%. فنروح للفارمرز يا جماعة، عايزين كيب ليف ستوك، عايزين جرو كروبس، نزرع محاصيل ونربي مواشي. قال لك ما عندناش، وي دونت هاف سبيس، ما عندناش مساحة يا جدعان. طب نعمل ايه؟ احنا عايزين سستينبل سولوشنز، حلول مستدامة. قال وانفولف تكون بتتضمن فرايتي اوف فود، تنوع من الاكل. طب نشوف موضوع اللابوراتوريز او الفاكتوريز، لما تعمل لنا البرجر جواها جوه المعمل، خلاص هل في ديفرنس ما بين الريل ميت؟ لا، قال لك ما فيش. they can't tell the difference between real meat and the burger اللي معمول في اللابوراتوريز. الله 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 الله. طب الريسيرشرز قال لك ان الاجريكلتشر او الفارمنج سيريسلي دامجينج ذا لاند، بتدمر الارض. خصوصا ليه يا مستر؟ عشان بيستخدموا كيميكالز، مواد كيميائيه. كمان في جنوب افريقيا
في ماتشورين ان سمر مطره كتيره، فقال لك ريموف، هنشيل شويه ووتر ونحطها يوز ات ونستخدمها elsewhere في مكان اخر. والتكنيكس ده يعتبر من انوفيشنز، ابتكارات، احفظ الكلمات، انوفيشنز ان تكنولوجي. طب نيجي بقى فيوتشر اوف فورستس، مستقبل الغابات. مالها الغابه يا اخويا انت كمان؟ هتقول لي ان الفورستس ويل بي لوزنج. ايه ده؟ الاشجار والغابات بتفقد؟ طب هتفقد ليه بقى؟ قال لك التريز، الاشجار، ويل بي لوزنج، هتفقد كتير في الرين فورستس، في الغابات المطيره. طب ليه؟ لان يا بيه الناس بتروح عايزه تعمل كرسي وانتريه وتتجوز عروسه ومش عارف ايه. طب نعمل ايه؟ قال لك يروحوا مقطعين الغابات وياخدوا احلى شجر هناك والخشب الزان والخشب مش عارف ايه، فيعملوا كات داون تريز، يقطعوا الاشجار. يجيب الاشجار كده كات 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 كات، يكتكتها كده كلها، خلاص ووب يروح عشان يعمل الفرنيتشر، الاثاث. اسمع تاني، تو ميك فرنيتشر يعمل اثاث، ميك فرنيتشر يعمل اساس، كات داون تريز يقطع اشجار، to make furniture يعمل أثاث، and grow food يزرع الأكل. يعني يفضل الغابات المطيرة يقعد يزرع بقى، يزرع على حاجة تانية. خد الأرض دي ويزرع فيها، فدمر الغابة، دمر الأشجار. خد الأرض دي يبني عليها بيت لعياله، دمر الزراعة. فهنا في خطر على الفورسز. يبقى التريز تبدأ اللي بيحصل لها cut down. جود كات داون، بتتقطع. طيب تريز بتتقطع تو ميك فرنيتشر، بتعمل اثاث، اند جرو فود، وتزرع الاكل. الناس بيزرعوا الاكل بيه، بيفضلوا الارض عشان يزرعوا الاكل. طيب محتاجين نعمل ايه هنا بقى؟ محتاجين يا جماعه تشينجينج، نغير. محتاجين ان احنا نعمل تشينج في الواي، الطريقه وي ثينك اللي بنفكر فيها. للاسف لازم يا جماعه نقنع، persuade، نقنع. هنقنع الفارمرز، الفلاحين، persuade، نقنع. عايزين نقنع الفلاحين ان هم يعني يفكروا بطريقه مختلفه شويه. يعني يعملوا ايه؟ مش فاهم يعني. قال يعني مثلا عملوا الطريقه دي في كوستاريكا. في كوستاريكا جت الجفرنمنت بدات انكارج، تشجع الفلاحين اند persuade، انت تقنع الفارمرز يا جماعه لو سمحتم، طب ما بدل ما انتم تقطعوا الاشجار، ايه رايكم look after، تعتنوا بيها، instead of، بدلا من cutting down trees، بدل ما تقطعوا الاشجار، look after، تعتنوا بيها، look after يعتني بيه، instead of، بدلا من cutting trees، قطع الاشجار. اقعد اعمل كده عشان احفظ كلمات. ماشي. طب واحنا مستفيدين ايه؟ قال لك خلي بالك بقى، انت مش هتقطع الاشجار وتحافظ على الانفايرمنت، البيئه بتاعتك. الناس اللوكالز اللي قاعدين هناك هيجي لنا تورستس، سياح، فانت هتبدا ميك مور ماني، هتعمل فلوس كتير من التوريزم، من السياحه دي. الله 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 الله. فبدات حتى كان الاول الثينجز، الاشياء جيت وورس، الموضوع الاحوال بدات تسوء، جيت وورس يعني تسوء، بالذات في الامازون رين فورست، غابات الامازون. ولكن لما بداوا changing the way they think، غيروا الطريقه اللي بيفكروا بيها، بدا الموضوع يجيب فلوس، بدا المكان يبقى extraordinary، مذهل، extraordinary، مدهش. يبقى بقى مكان extraordinary place، مكان مدهش وجميل. لما بدأوا يتوقفوا عن cutting trees. الجزء الثاني خلص. صعب. هلو طلاب زوم معايا؟ ماشي. نيجي بقى لبسنت، نسأل بقى كل مرة بقى نسأل حد عشان يبقى يشوف مركز ولا لا. يا بص قولي لي كده، الرين فورست، انا مش كاتب كلمات عربي على السبوره خالص، خلي بالكم يعني. قلت لي ان الفورست يعني الايه؟ فورست الغابات. حلو. قلت لي بقى ان هنا ان في خطر على الغابه، لان ويل بي لوزنج ايه؟ بنفقد ايه؟ مستر ممكن تنسى؟ بنفقد ايه؟ بنفقد ايه؟ الاشجار. ما شاء الله، الاشجاره؟ ايه انا مش سامعه. بنفقد التريز. شاطر. بيعملوا ايه في التريز؟ يس.
لا ما احنا هنحفظ في حاجه اسمها مش عارف هنعمل ايه. To make furniture cut down trees. ايوه to make furniture. احفظ جمله. cut down trees to make furniture. بيقطع الاشجار عشان يعمل اثاث. and grow food. يزرع طعام. يعمل الاشجار cut down trees to make food. يعمل to grow food يزرع الطعام. and make furniture ويعمل اثاث. كملي يا حاجه. وبعدين نيجي هنا عايزين نحل المشكله دي يا شيماء. قال لك احنا لازم نعمل ايه؟ changing نغير the way الطريقه we think اللي بنفكر بيها. طب هنغير الطريقه دي ازاي يا شيماء؟ قال لك نيجي بقى عملوا كده في حته اسمها كوستاريكا. الجفرمنت بدات بيرسويد. مين اللي يعرف يعني ايه كلمه بيرسويد؟ يقنع. بيرسويد يقنع. بيبدا يقنع الفارمرز ان هم لوك افتر يعتنوا بالايه بالتريز انستيد اوف بدل ما هم كاتنج ذم بدل ما هم يقطعوهم. طب لما عملوا كده هيعود عليا ايه؟ هيعملوا ميك مور ماني. يعملوا فلوس اكتر من التوريزم من السياحه. خلي بالك لما كانوا بيقطعوا الاشجار في الامازون رين فورست كان الاشياء او الاحوال جوت وورس بتسوء. لكن لما بداوا ان هم يغيروا الطريقه اللي بيفكروا بيها ويحموها بقى المكان اكسترا اوردينري جميل ومدهش ولذيذ وطعيم وحلو ومسكر. ماشي. ها do you understand what I say؟ فاهمين انا بقول ايه؟ ماشي. نيجي للجزء اللي بعده. يبقى كده جزء 2 3 4 5 جمعة. نجري بقى على البوبوليشن. ايه البوبوليشن ده؟ عدد السكان. امال البوليوشن التلوث. عدد السكان بتاع ايجيبت بتاع مصر are growing عمال يزداد. مش ملاحظين؟ كترتوا قوي. are growing 2% by 2% يعني كام في المية؟ 2%. عدد السكان عمال يزيد يا سيدي 2%. وبعدين قال لي بص بقى. قال لي حوالي nearly 2% أيير كل سنة 2% عمال يزيدوا. ده بيقول لك كمان ايه؟ ده معناه ان there are هيبقى في 1 million more people اكتر من مليون living in cities او its cities عايشين في مدنهم. المدن بتاعته هيزيدهم حوالي اكتر من مليون هيزيدوا في its cities في المدن بتاعتهم every 6 months كل 6 شهور. ايه ده احنا هنزيد قوي. ده معنى كده يعني ايه؟ عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ان احنا في سنه 2030 هنبقى 128 مليون. هنبقى كام؟ 128 مليون 128 مليون واحد في مصر. ما احنا دلوقتي داخلين على 120 مليون اهو. يعني خلاص احنا في 2024 وداخلين على 120 مليون. ده انا متوقع ان يبقى مش 128 احنا ممكن نعدي كده كمان 135 مليون. يا لهوي ايه ده؟ نهار ابيض. يا لهوي دي كلمه حرام ما ينفعش اقولها. مش وليكن هلو سامعيني كده ولا لا؟ طب كده كويس؟ انا بعلي صوتي اهو كده كويس. طيب احنا هنبقى كام يا استاذه سمر؟ هنبقى 128 مليون في سنه 2030. وبيقول لي كمان احنا خلي بالك احنا بنستخدم 95% 95%. احنا اصلا بنستخدم 4% من اللاند. ازاي؟ قال لي ان 95% من السكان عايشين على حوالي 4% 4% بس من ارضها. تخيل. طب وبعدين نعمل ايه؟ It's thought that population of Egypt من المعتقد ان عدد سكان مصر هيبقى 128 مليون by 2030 سنة 2030 هيبقى 128 مليون. احنا عايزين سولوشن بقى، حل للموضوع ده. احنا ايه كترنا قوي كده. احنا كنا في السبعينات بنقول 30 مليون، دلوقتي 130 مليون داخلين على 130 مليون. ايه الحل؟ قال لي الحل ان احنا انفست يعني نستثمر من الاخر. one plan خطة is to invest ان هو يستثمر billions of pounds المليارات من الجنيهات in new capital city في العاصمة الإدارية الجديدة.
نيو كابيتال سيتي، في مدينه او عاصمه جديده اوتسايد كايرو، بره القاهره خالص. القاهره شكرا كده، ما فيهاش اي حاجه ثانيه تتعمل، مزدحمه جدا. فالبروجكت بتاعنا، البروجكت يعني المشروع بتاعنا، البيج بروجكت، المشاريع الكبيره بتاعتنا، من واحده من المشاريع الكبيره مشروع العاصمه الاداريه او المكان اللي بره مصر ده. نبدا نستثمر بقى، نفتح زي ما يقول لك ايه، اتصلوا بيا كده قالوا ايوه يا فندم عايزين حضرتك بنعرض عليك اوفر جميل جدا، شقه في العاصمه الاداريه بمقدمه، بس مقدم، بس بتدفع كام مقدم يا استاذه؟ تدفع مقدم مش عارف 2 مليون خلاص، وتقسط الباقي على 10 سنين كل شهر مش عارف 150,000. يعني الناس دي انا الموضوع طبعا فرصه لا تعوض يعني هي يعني لما ادفع مقدم بس 2 مليون ايه المشكله يعني؟ وتقسط ال 10 مليون، يعني شيماء تجيب لها 5 6 شقق ولا ايه؟ صح يا سمر؟ الموضوع سهل قوي. طيب الله تقول لي انت كده بوظت الدنيا خالص. نيجي يبقى ده كده السكان. طيب مستر احنا عايزين نشوف موضوع الزراعه بس والاكل ده، هنعمل في ده قبل السكان الاكل بقى، ما هو ده برضه لما يزيد هنعوز اكل. قال لك بقول لك ايه، شفت نبات جديد بياكلوا الحيوانات في البحر اسمه الجيا. الجيا اللي هي الطحالب، الالجيا الطحالب. Is algae the future of food؟ هل الالجيا هي مستقبل الاكل؟ تعال نشوف. قال لي احنا عايزين سورسز يعني مصادر تو فيد، ناكل نطعم بيها الناس، عايزين حاجه نطعم بيها الناس. طب نزرع. قال لك البليسز اللي موجوده، الاماكن مع الاحتباس الحراري والقرف اللي هنشوفه هوت اند دراي، عشان كده مش لاقيين ايه مكان نزرع فيه. هوت سخن، لا ارض سخنه فمش عارفين نزرع. اند دراي وجافه، احنا عايزين ارض تبقى ويت رطبه، التربه تبقى السويل، التربه بتاعتها صالحه. طب ما فيش. ايوه ما فيش، يعني عايز ايه يعني؟ قال لك يعني دور لي على حاجه تتزرع بدون تربه. ايه؟ الزراعه المائيه اللي هندرسها دلوقتي الهيدروبونكس. او ايه تاني؟ او تعمل لي بقى موضوع الطحالب ده، تزرع في الميه. ازرع في الميه يعني اعمل فارم، مزرعه جوه الاوشين المحيط او ان ذا سي في البحر. طب وبعدين ايه بقى الكلام ده يا مستر؟ قال لي عشان تعمل فارمز ان ذا سي، مزارع في البحر. تعال نشوف. قال لك هتزرع النبات اللي اسمه الالجي الطحالب. هو عباره عن بلانتس، نباتات grow very quickly، بتنمو بسرعه. حط النبات يكبر على طول في الميه in water and wet places، والاماكن المبتله. طب النبات ده مين اللي هياكله؟ او النبات ده اسمه سي ويد، عشب البحر. مين اللي هياكل النبات ده يا مستر؟ قال لي من سمولست فيش يا اخويا، من اصغر سمك تو جاينت ويلز، لاكبر حيتان. الله، النبات ده حلو. قال لي يا اخويا ده هيلثي، صحي. ده كلين ذا سي، بينظف البحر. امبروف ذا اير، بيحسن الهواء. ليه يا مستر؟ ايه بيعمل ايه ده؟ قال لي عشان النبات ده ميكس a lot of oxygen، هو اللي بينتج الاكسجين، فبينعنش الهواء، بينظف البحر. خلاص، not damaging، ما بيدمرش الانفايرمنت، البيئه. ده كمان الصينيين يا اخويا، تشاينا واليابان بياكلوه. بيحبوا الحاجات اللي احنا معفنه دي. ده في ناس بيقول لك ريبليس، هنستخدم ريبليس يعني هنبدله بالسولت، بالملح والحاجه والعيش والحاجات دي، هناكل النبات ده. ايه ده؟ في ناس بيقول لك ريبليس، هنستبدله عشان مكان السولت، الملح والحاجات دي. طيب مين اللي بيستخدم السويد ده؟ تشاينا وجابان، الصين واليابان. ايه الطحالب دي يا استاذ سمر؟ تقول لي ان الالجيا هم عايزين يدوروا على سورسز، مصادر تفيد عشان يطعموا الناس، many people. كمان بنبص على البليسز، الاماكن لقيناها هوت ودراي، فاحنا عايزين مكان يبقى ويت وفي ووتر، ميه. فقال لك نروح نعمل مزرعه في الاندسي في البحر. يا عم ازاي؟ قال لك نزرع الالجيا. هو ايه الالجيا ده يا استاذه بسنت؟ تقول لي ان هو بلانتس، نباتات جرو فيري كويكلي، بتتزرع بسرعه ان ووتر، في الميه وفي الويت بليسز. طيب اسمه سيويد، عشب البحر. مين اللي بياكل النبات اللي احنا بنزرعه ده يا مستر في الميه ده يا مستر؟ يا اخويا كله بياكله، كل الحيوانات البحريه، من سمولست فيش، من اصغر سمك، لجاينت ويلز، لاكبر حيتان، كله بياكل النبات ده. طب النبات ده يا مستر حلو يعني هل هو هيلثي؟ ده هيلثي.
وكلين ذا سي بينظف البحر، ويمبروف ذا اير وبيحسن الهواء. ليه يا عم بيحسن الهواء ويبريد اللي احنا بنتنفسه؟ طب ليه؟ قال عشان النبات ده ميكس ا لوت اوف اكسجين، بينتج اكسجين كتير جدا. طب مين اللي بياكل النبات ده؟ تشاينا واليابان، الصين واليابان. الله، ده كمان بيقول لك ريبليس، هنبدله بالسولت والبريد، بالعيش والملح اللي احنا بناكله. انهاري. نيجي بعد كده للهيدروبونكس، للزراعه المائيه. ايه الزراعه المائيه دي يا مستر؟ ها، الزراعه المائيه يا سيدي عشان تشوفوها كده. تمام، الزراعه المائيه. ايه الزراعه المائيه دي؟ الهيدروبونكس. قال لي الهيدروبونكس الزراعه المائيه. احنا دلوقتي مش احنا بنقول ما عندناش enough land، ارض كافيه؟ ما عندناش enough land، ارض كافيه. ما عندناش enough food production، انتاج طعام كافي. مش انت قلت لي ان احنا نبقى 10 بليون، 10 مليار؟ ايوه. قال لي بس وبتقول لي ما عنديش ارض، الفلاحين بيقولوا ما عندناش ارض. واحنا نبقى 10 مليار؟ ايوه. عايز ايه؟ مش لاقيين مكان نزرع فيه؟ نزرع في البحر. ايه؟ هي دي اسمها زراعه مائيه، بالانجلش هيدروبونكس. طب نزرع في البحر ايه يا مستر؟ قال لي الواي to grow plants without using a soil، الطريقه اللي انت هتنتج بيها بدون ما تستخدم السويل، التربه، هي تزرع الموضوع ده. ما انت مش عايز، ما عندكش ارض. طب تزرع ازاي؟ قال لي بص، هنجيب ووتر، بس مش اي ميه، ما هو مش كل ما نحط نبات في الميه طبعا هيموت. قال لي سبيشال ووتر، ميه خاصه. ايه ميه خاصه ده يا اخويا؟ يا عم ميه خاصه ازاي يعني؟ قال لي كونتينز، الميه دي هتكون بتحتوي على فود، اكل، which plants need، اللي النبات محتاجه. يعني ايه ده انا محتاج اجهزه بقى، محتاج كمبيوترز ويشوف بقى النبات ده. يعني انا مثلا هزرع في الميه وفي البحر اهو خلاص، وهحوطه بازاز باي حاجه، ويشوف بقى تدفق الفلو اوف ووتر. فلو يعني تدفق الميه. يعني الكمبيوتر يكون بيستخدم بقى ايه، الميه تنزل هنا شويه صغيرين بس خلاص عشان النبات ما يموتش، يرجع تاني، يتحكم، يعمل كنترول. ما انا هزرع ازاي في الميه يعني؟ ايوه احنا محتاجين كده، لان التراديشنال فارمنج، الزراعه التقليديه مش عاوزينها. ده سربرايزنجلي يعني باندهاش، بشكل مدهش. يوزز، هنستخدم ليس ووتر، ميه اقل. هنقضي على، هيبقى كمان فيور انسكتس، هيبقى في حشرات اقل. فالناس بتقول لك يا جماعه تفهموني بس، البيبول هنا بدات ان هي ارجيو يعني تجادل، بتناقشوا بتخانقوا بقى. يا جماعه اتس نوت جود فور لارج فارمز، ده ما ينفعش مع المزارع الكبيره. ليه؟ عشان انا محتاج اكسبنسيف كمبيوترز، كمبيوترات ضخمه جدا وغاليه جدا جدا جدا، عشان كنترول، تتحكم في الفلو اوف ووتر، في تدفق الميه اللي داخل. ما انت هتزرع ازاي في البحر؟ انت عايز تتحكم في الميه اللي داخله قد ايه للنبات ده، والاكل اللي محتاجه لا الموضوع، قال لك في ناس بدات تجادل في الموضوع ده، قال لك لا مش هينفع. بيقول لك بقى في لندن في حاجه اسمها الاوربان فارمنج، الزراعه الحضريه. كل واحد طلع فوق السطح عنده الجميل ده، راح فارش شويه تربه كده، شويه رمل، طينه، ميه، هوب، راح حاطط شويه فلاورز، شويه فروت، فاكهه، شويه فيجيتابلز، خضروات، وبداوا يكفوا نفسهم يابا. وعملوا على الكلام ده على فلات روفز، يعني سطح مستوي، سطح مسطح كده مستوي، السطح بتاع البيت، وشويه طينه حلوه كده، وهوب وازرع شويه ايه، زي اللي انتوا بتعملوه عندكم في البلكونه كده. تجيبوا البتاع دي وتحطوا فيها الايه، الحاجات دي. طيب اوت دور سبيس، يعني مكان خارجي. بكده انا خلصت الفوكاب بتاعت يونت 3 كلها. بالله عليكم فيها اي مشكله؟ ظبطت؟ فهمنا الدرس بيتكلم عن ايه؟ نيجي نحل. نحل عليها بقى. يلا نحل يا معلم، يلا يا باشا. طب انت قلت لي بقى كده، ولا تيجي نحل على طول؟ يلا نحل. طلع الكتاب بتاعنا. الناس اللي معاش الكتاب وتتفرج معانا على اليوتيوب، الكتاب موجود PDF وموجود ورقي. تمام. واللي عاوز يشترك معانا مع طلاب زوم الحلوين الشطار اللي شغالين معانا دول، تواصل على رقم السكرتاريه. حاضر يا مستر، مش قادر اتكلم يا سمر. يلا كل اللي انا قلته ده هاتولي بيج نمبر 61 61 بسرعه. يلا عشان زومنا يسلط. نعمل شير في الخير. لا يلا طلع كتابك كده على طول. طيب طلع معايا بيج نمبر 61 صفحه 61. بيقول لي هنا the farmer، يلا عايز يحل معايا من طلاب زوم يركز. The farmer keeps a lot of، الفلاحين بيحافظوا على
او بيربوا a lot of ايه such as goats زي المعيز، زي الشيب، الخرفان. لا ليزو الهاند كده. ها ده مين؟ الليف ستوك. لان قلنا الكلمه على السبوره ولا ما قلناهاش؟ قلنا اهي ادي الليف ستوك، كل حاجه ان شاء الله هنا قلناها. The Ministry of Agriculture وزاره الزراعه does its best بتبذل كل جهدها to produce عشان تنتج a wider of food variety يعني ايه؟ تنوع. طيب برازيلز coffee قهوة البرازيل كروب محصول. شاطر. يلا بالدور كده الناس اللي عامله ريز هاند. ها نعمل ريز هاند كده واقول انا. يلا بالدور. يلا يا شيماء. نمبر 4 doesn't only mean لا تعني growing plants زراعة المحاصيل، ولكن كمان بتشمل keeping animals تربية الحيوانات. لما انا اقول خلي بالك معايا بقى بالحته اللي جايه دي، كلمة cultivation اللي هي الثانية دي معناها زراعة. كلمة agriculture زراعة. ايه الفرق؟ اولا agriculture دي زراعة دراسة النباتات، يعني انت لو في كلية زراعة تقول لي agriculture بتدرس الزراعة agriculture، لكن farming الزراعة وتربية الحيوانات. تمام؟ وهيدروبونكس دي قلنا زراعة مائية. يبقى هنا نمبر 4 هنقول ايه؟ farming. شاطر. life الحياة on the ايه؟ depends mainly on the energy من الطاقة اللي تيجي الحياة على الايه؟ earth الأرض. the state hopes to achieve الدولة عايزة تحقق ايه؟ economic growth نمو مستدام sustainable. شاطر. cancer destroys بيدمر الباديز abilities قدرة الإنسان إن هو ينتج blood ينتج. يلا بسنت. ينتج. نمبر 8 produce. نمبر 7 الأول ماشي. the whole food chain is affected by the overuse of chemicals in agriculture. شطار. 8 قلنا produce خلاص. نمبر 9 food ايه؟ إنتاج الطعام اسمه food. سمر production. خلينا بقى ننادي على الناس. خلاص. the agent refuses to say anything about his ايه؟ العميل بدأ يقول هنا ايه؟ او الوكيل هنا رفض ان هو يقول اي شيء عن مصدر معلوماته. source يعني مصدر خدناها. اهي فين؟ هنا ايه؟ sources. الفارمرز سيل ذير فريش بيبيعوا الايه بتاعهم to city to ليه؟ احنا قلنا 8 بروديوس، 9 برودكشن، 10 سورس، 11 منتج بروديوس. شطار. without بدون ايه يا جماعه؟ humanity البشريه would never have access to modern technology مش هيبقوا متفاعلين مع التكنولوجيا. لا نرفع ايدينا، انا مش سامع حد. نرفع ايدينا عشان كده مش هفهم. كده انا مش فاهم. شاطر. احمد خلف اتفضل. نعم. innovation بدون ابداع. شاطر. يلا يا سمر. do you know what evil cannot to happen؟ causes. شاطرة. يلا يا يوسف او خالد بقى. how do you think you will put all that تحط كل ايه in that small bag؟ البضاعة بتاعتك اسمها ايه؟ stuff. اسمها ايه؟ stuff. باليو اول واحده صح، لكن ستيف الثالثه دي معناها جامد، وستاف اللي هي الثانيه دي معناها طاقم عمل يعني. his aid that the system should be changed was rejected. طبعا من الكلمات اللي احنا برضو خدناها اقتراح او عرض. proposal يعني ايه؟ اقتراحه او العرض بتاعه بيقول كده. اقلب. الجفرنمنت الحكومه بتاعتنا هتستثمر الماني. تستثمر invests. طيب ذا تيست الاختبار هيتضمن اجابات عن الباراجراف. involve. عايزين بقى شيماء. it's necessary من الضروري ان احنا نقط sustainable food production ننتج او نخلق
نبدع. ها create شاطرة. he is not sure مش متأكد about what will happen. هو مش متأكد على اللي هيحصل. ها هو بيتفكر أو يتكهن. ها هي اسمها ايه؟ speculates. شاطرة. he just speculates يعني بيتفكر، بيتنبأ، بيتكهن. speculates. طيب I think that modern farming، اعتقد ان الزراعة الحديثة الطرق بتاعتها the best ايه؟ افضل حل. حل همسة الحياة solution. مين همسة الحياة دي؟ اسمها امل ولا مين؟ يلا يا امل امبولة يلا. he does a amount هنا في نمبر 21. he is too young، هو صغير جدا to a the large company، ان هو يدير شركة. هنا كلمة يدير بتيجي بمعنى run. شطار. he does a amount of work، هو عمل مدهش extraordinary. شاطرة. extraordinary استثنائي، عمل مدهش، ما هو extraordinary حاجة يعني مندهشة جدا. خلاص. طيب هي كانت موجودة عندك، يبقى غيرها في الاستثنائي او عمل مدهش، يبقى اكتبها عندك كده برضو عشان في ترحيل عندك في الفوكاب. ماشي. احنا قلنا المرة فاتت الترحيل ده تقريبا يعني عادي. ماشي. طب يلا. where it's usually rainy and hot have a variety of wildlife. rainy وhot لما يبقى في مطر وشمس يبقى اسمها rain forest على طول، غابات اللي يبقى فيها مطر وشمس. where يعني حيث يوجد فيها مطر وشمس يبقى دي الغابات. وفرايتي يعني تنوع من الحياة البرية يبقى دي الغابة المطيرة على طول rain forest. البيبرز الأولاء اللي انت بتبحث عنها aren't in this safe، مش في الخزنة دي. they might be ممكن يبقوا فين؟ elsewhere. in cities في المدن there's not much، مفيش ايه عشان نزرع؟ space. 25 سؤال حلوين جدا. هنكمل مع طلاب زوم. اشوفكم على خير بقى طلاب اليوتيوب، خلاص عشان الكاميرا هتفصل. ماشي. ومتنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. خلاص. ونشجع الطلبه اللي بتحضر معانا، واللي عاوز اي حاجه احنا تحت امره. هننزل برضو ان شاء الله شرح اليونت ده، شرحناه الجرامر بتاعه، هننزله ان شاء الله على اليوتيوب. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.